اتولدت لقيته موجود، بقى هو الشباك اللي بتبص منه على الدنيا. وانت فرحت قوي اول ما عرفت ان اخيرا هيجيلك اخ صغير تلعب معاه، وفرحتك بتزيد اكتر واكتر مع اول خناقه بتتخانقها له في المدرسه عشان انت اخوك كبير. ومن هنا بتبدا رحلتكوا سوا اللي بتعملوا فيها احلى ذكريات، اوضتكوا اللي بتقعدوا فيها مع بعض تتغطوا ببطانيه واحده وتتفرجوا على الفيلم اللي بتحبوه لغايه ما تناموا، المصايب اللي بتعملوها وتداروا على بعض، اسراركوا اللي بتتكلموا فيها قبل ما تناموا ومحدش يعرفها غيركوا. تفتكروا علاقه قويه زي دي ممكن طرف تالت يحدد مصيرها غيركوا، حتى لو كان الطرف التالت ده ابوكوا وامكوا؟ اهلا بيكوا في حلقه جديده من على الكنبه. افرد يا باشا، افرد مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. التفرقه في المعامله بين الاخوات من قواتل التربيه. التفرقه في المعامله بتبان لما الاهل بيفضلوا واحد من ولادهم على حساب التانيين. التمييز ده بيبان انهم يميزوه بحاجه معينه او يتساهلوا معاه في العقاب دولا عن اخواته، وده بيأثر على العلاقات الاسريه وبيأثر على شخصيه الطفل اللي بيحس انه مهمل. في دراسه اتنشرت على موقع IFS، دانيال كوكس بيقول ان 40% من الناس بيحسوا ان اهلهم كان فعلا عندهم ابن مفضل، وده للاسف كان بيأثر على شخصيتهم، وده اللي ناقشته أنجلو سانتوس في دراستها The Impact of Parental Favoritism on the Personality and Siblings Relationship. الدراسة دي اتعملت على طلبة جامعة، وكانت قايمة على فكرة انهم بيتسألوا مجموعة أسئلة بتناقش تأثير التفرقة في المعاملة بين الإخوات على كذا جانب. مجموعة من الأسئلة كانت بتناقش تأثير التفرقة في المعاملة على الصحة العقلية، وكانت أكتر إجابة اتفق عليها عينة دراسة هي إنهم بيبذلوا أقصى مجهود عندهم علشان يحسوا إن أهلهم فخورين بيهم ولو مرة واحدة. مجموعة تانية من الأسئلة كانت بتركز على الحياة الاجتماعية وتأثير التفرقة في المعاملة عليها، وكانت أكتر إجابة اتفق عليها عينة الدراسة هي إنهم بيلجأوا للنصايح من الناس الغرب. مجموعة تانية من الأسئلة كانت بتركز على تأثير التفرقة في المعاملة على الصحة العاطفية، وكانت أكتر إجابة اتفق عليها عينة الدراسة هي إنهم بيتعصبوا بسهولة وإنهم دايماً بيحسوا بالوحدة. لكن بالنسبة لي أهم مجموعة أسئلة هي اللي كانت بتقيس تأثير التفرقة في المعاملة على علاقة الإخوات ببعض، وكانت أكتر إجابة اتفق عليها عينة الدراسة هي إنهم هيفضلوا يحبوا إخواتهم مهما حصل. لكن للأسف مش كل الحالات بيحصل فيها كده، في حالات علاقة الإخوات بتتأثر ببعض بسبب التفرقة في المعاملة بينهم. في مقالة نشرت على موقع الشارقة 24، إسلام سمور بتقول إن التفاوت في إظهار العاطفة من الوالدين تجاه أبنائهم بيأثر على علاقة الإخوات ببعض، لدرجة إنه ممكن يخليها تتدهور مع الوقت وتفتقر للسعادة ومتبقاش علاقة صحية. ليه؟ بسبب الصراعات المتكررة الناتجة عن الغيرة أو الاضطرابات النفسية التانية. الغيرة بينتج عنها تنافس. التنافس عشان نبقى واضحين طبيعي طول ما هو في الحدود المعقولة، وفي روايات أخرى مفيد لأنه بيشجع على النمو والتطور، لكن لما بيزيد عن حده بيعلي ليفل العدوانية بين الإخوات وبيخلي المشاحنات جزء يومي من حياتهم. الكلام ده مهم لأنه بيفكرنا إنه العدل في المعاملة بين الإخوات مش بس أساسي علشان نضمن لهم علاقة صحية، بس كمان أساسي علشان نضمن جو أسري صحي وآمن. دراسة دانيال كوكس اللي اتنشرت على موقع IFS اللي اتكلمنا عنها في الأول بتأكد نظرية آخر العنقود المتدلع. الدراسة بتقول إن أصغر واحد في العيلة هو فعلاً بيحس إن هو المتدلع والمفضل عند أهله. 38% من عينة الدراسة بيقولوا كده، وده مقارنة ب 27% من الكبار اللي كانوا أحياناً بيحسوا إنهم المفضلين. حاسين إن في واحد اتفعص كده في النص، صح؟ هو الأخ الوسطاني الغلبان. 20% بس من عينة الدراسة قالوا إنهم أحياناً كانوا بيحسوا إنهم المفضلين، يعني تقريباً 1 من كل 5. تخيلوا؟ وعلى فكرة الدراسة دي معمولة في أمريكا، يعني معاناة الأخ الوسطاني مش عندنا إحنا بس، اطمنوا. عايزاكم تفكروا معايا كده، يا ترى الأهل بيكونوا مركزين أكتر مع الكبير عشان ده أول فرحتهم واللي بيجربوا فيه كل حاجة، ولا بيهتموا وبيدلعوا الصغير زيادة عشان هو ده اللي بيفضل صغير في عينيهم مهما كبر، ولا الوسطاني بيتفعص كده في النص ما بين الكبير والصغير من غير سبب؟ خليك دايما فاكر إن التفرقة في المعاملة بين الإخوات شيء خارج عن إرادتك وإرادة إخواتك برضو،
فبلاش تحملهم الذنب، لان هم اصلا طول الوقت بيكونوا شايلين الهم وحاسين بالذنب من ناحيتك، لانهم بيشوفوا ان هم سبب تعاستك في الوقت اللي المفروض يكونوا هم فيه سندك ويخففوا عنك. لسه عندكم وقت تصلحوا علاقتكم ببعض، اتكلموا مع بعض، عبروا عن مشاعركم لبعض، اخرجوا سوا، افصلوا علاقتكم ببعض عن علاقتكم بابوكم وامكم. الموضوع مش سهل ومحتاج مجهود وهياخد وقت، بس صدقوني يستاهل. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتس عن موقف حسيتوا فيه بتمييز بينكم وبين اخواتكم ما قدرتوش تتجاوزوه لغايه دلوقتي. اشوفكم الحلقه الجايه.